حاسس إن حياتك ملهاش طعم؟ بتصحى تعبان من غير ما تعمل مجهود؟ بتفكر في حاجة حصلت من شهر أو حاجة ممكن تحصل بعد سنة، ومع إنك قاعد دلوقتي جسمك مرهق ومودك مش مظبوط؟ ده القلق، الوحش الصامت اللي بياكل أعصابك واحدة واحدة. القلق مش مجرد شعور، ده مرض العصر، ممكن يدمر حياتك لو ما خدتش بالك. وديل كارنيجي في كتابه دع القلق وابدأ الحياة حكى قصص ناس حقيقيين كان القلق ممكن ينهارهم بس اتصرفوا صح. في مدير شغال في شركة زيت جاله مفتش حكومي وقاله في اختلاسات والعمال بيسرقوا الزيت وبيبيعوه لنفسهم. المفتش قال يا تدفع لي مبلغ ونقفلها يا تتحبس. المدير معرفش ينام وكل يوم بيفكر اديله فلوس وادخل في قضية رشوة ولا ارفض واتسجن في قضية فساد. ضغط رهيب وقلق خنقه. بس في ليلة وهو تايه وقع في ايده كتاب دع القلق وابدأ الحياة. وكانت في قصة عن واحد اسمه وليس كارير مخترع التكييف. الشركة بتاعته كلفته بمشروع صعب وكان عارف انه هيفشل وهيخسر الشركة 20,000 دولار. قعد ايام مش عارف ينام من التفكير لحد ما قال طب ايه اسوأ حاجة ممكن تحصل؟ اقصى حاجة الشركة تخسر وانا اترفض، ماشي بس انا مش هفقد حياتي ولا عيلتي. تقبل السيناريو الأسوأ واشتغل وهو مرتاح، وفي الآخر بدل ما يخسر 20,000 كسب 15,000. المدير قال ليه ما أعملش زيه؟ أنا مش متورط، ليه أعيش في الرعب؟ قام رايح لمحامي وحكاله. المحامي قاله احجز ميعاد مع القاضي واحكي له الحقيقة. لما قال القاضي رد عليه وقال الحمد لله إنك جيت، ده مش مفتش ده نصاب. الاتنين دول حلوا مشكلتهم لما قالوا ببساطة طز في القلق، واجهوا الحقيقة وبدأوا يتحركوا. وديل كارنيجي قالها صريحة عيش اللحظة متفكرش في بكرة ولا تتحسر على امبارح. حتى كريستيانو رونالدو قالها لما بيخسر ماتش ما بيسمحش لنفسه يزعل كتير، بينام بدري وبيصحى يفكر في التمرين اللي هيكسبه الماتش الجاي. وعلشان نخلص من القلق في 3 مفاتيح بسيطة. المفتاح قبل ما نكمل متنساش تعمل لايك واشتراك. الأول افصل بين اللي تقدر تتحكم فيه واللي لا. 99% من الحاجات اللي بنقلق بسببها مش في ايدنا. اعرف ايه اللي تقدر تغيره واشتغل عليه، واللي مش في ايدك ارميه وكمل. المفتاح التاني عيش في حدود يومك، ما تشغلش بالك ببكرة ولا تندم على امبارح. اللحظة اللي انت فيها هي الحاجة الوحيدة اللي تقدر تتحكم فيها. والمفتاح التالت العقل الباطن مش بيميز. لو فضلت تكرر لنفسك كلام سلبي هتصدقه، لكن لو بدأت تبرمج دماغك على الإيجابي حتى لو مش مصدقه دلوقتي مع الوقت دماغك هيصدق وهتحس بفرق. خوارزميات اليوتيوب بتقول إن الفيديوهات دي هتعجبك.